ستات كتير بتعترض على فكرة إنه راجل يحكي عن قصتها. إيه اللي يخلي راجل يتكلم عني وعن مشاكلي وعن مشاعري؟ إيه اللي يفهمه عن اللي أنا حاساه عشان يتكلم عن لساني؟ والحقيقة أنا عندي رأي مختلف شوية في الموضوع ده. أحيانا كتير ممكن راجل يدخل كده جوه أعماق وأفكار ومشاعر الست ويعرف يحكي عنها بطريقة تخلي القصة دي أو القضية دي توصل لناس كتير جدا يمكن ما كانتش هتوصل لهم بطريقة تانية. مش عايزة أرغي في الموضوع ده كتير علشان النهاردة ضيفي هو الكاتب الخطير هيثم دبور. شكرا. هلو يا هيثم، ازيك يا هبه؟ ازيك؟ عامله عامل ايه؟ ايه؟ الحمد اخبارك لله. ايه؟ بتتكلم على الستات ليه يا هيثم؟ والله يعني مش دايما، ساعات بحب انكشهم. يعني لا. بحب مم. ادور على حاجات جديده اقدر اشتغل عليها واكتب عنها. بتقابل الاعتراض ده ساعات انه انت ليه بتتكلم على قضايا بتخص الست او افكار او مشاعر هي بتمر بيها، الحقيقه وانت ايه اللي يعرفك عننا؟ ده دايما كان سؤال موجود. كان سؤال موجود في حاجات عملتها يعني. افتكر ده اول مره سمعت السؤال ده كان في فيلم قصير اسمه ما تعلاش عن الحاجب، كان إخراج تامر عشري، وخد جايزة الجونة الذهبية في السنة التانية في مهرجان الجونة. مم. وكان بيحكي عن بنتين منتقبتين، والحقيقة كان فيلم خاص جدا. أنا أزعم إن أنا عارف الشخصيات دي كويس. اوكي. و... دي كانت شخصية انت قابلتها في الحقيقة فانت عرفت تتكلم عنها؟ قابلتها في الحقيقة واتكلمت عنها بمنطقها. يعني انا بشوف ان مفتاح الكلام عن اي شخصيه، ست او راجل، احنا بشر في الاخر، مم. ان ما يبقاش عندك حكم مسبق او حكم فوقي تبقى من فوق كده شايف الحاجات، لا تبقى مم. شايفها من نفس منطق الشخص يعني. طب بمناسبة رواية حظر نشر كانت بتتكلم عن موضوع خطير من وجهة نظري، موضوع التحرش. وهي بتحكي قصة واحدة تعرضت للتحرش من سياسي تقيل، وكانت بتحكي عن الموضوع ده ما حدش كان مصدقها، زي قصص كتير جدا فعلا سياسي بنت. بخلفيه دينيه كمان، اه. ويمكن ده فده الاصعب. يخلي ناس اه فده يخلي ناس ما تصدقهاش اكتر. مم. الأول عايزة أعرف إيه اللي خلاك تتكلم عن التحرش، ودي قضية ستات بيمروا بيها بشكل يومي تقريبا، وانت كانت كل كتاباتك اللي قبل كده ملهاش علاقة بتمكين المرأة وقضايا المرأة والقصة بتاعت خليني اقول لك ان في روايه حظ نشر تحديدا مم. المفتاح الاساسي فيها غير التحرش هي فكره الثقه. مم. احنا بنثق في ايه؟ الدايلاما بتاعت انا هثق في اللي الست ده هتقوله ولا لا. طب لو الموقف اتعكس، مم. هل لو هي موجودة في موقف فيه خطيبها أو جوزها اتقال عليه كده، هتصدق الضحية بس ولا هتصدق جوزها؟ الموقف ده طول الوقت موقف أنا بشوفه شائك ومرتبك، مم. وموقف فيه أبعاد مختلفة، أبعاد ليها علاقة ب تمكين المرأة، واستغلال البعض للتمكين ده في الإساءة للمرأة. ازاي بقى؟ العكس مم. يعني. احنا في روايه حظر نشر، ويمكن ده كان قرار من اول مره اكتب فيه روايه، مم. احنا ما بنشوفش حادثه التحرش، مم. احنا بنسمع عنها صح. من الضحيه. مم. وده كان قرار لان احنا ما بنشوفش حوادث التحرش في مم. الحقيقه. احنا مم. يعني ما بنشوفهاش في المكاتب المغلقه، مش تحرش الشارع يعني دايما بنسمع عنها. في الشغل تحرش من حد في العيلة، تحرش من كده، ده ما هنا بنشوفهاش. هنا بيبدا موقفك، انت مم. واثق لانه درجه في الاشخاص دي، مم. وواثق ان ممكن حد يستغل ده او لا. مم. في رواية حظر نشر احنا عندنا، انا بشوف دايلاما بتدور في 5 ايام ما بين راجل بيمتلك سلطة سياسية ودينية قصاد ست ما بتملكش غير صوتها. مم. وفي وقت من الاوقات، وفي لعبة القط والفار بينهم او استخدام القوة بينهم، الحقيقة خطيبها اللي ما كانش داعم لان هي تطلع تقول، ودعمها فجأة وطلع عمل برنامج راديو على الهوا، بيتم اتهامه على الهوا بان هو تحرش بواحده. احنا هنا في الدايلاما بتاعت البطله دي، هتصدق الضحيه اللي زيها ولا هتصدق اقرب الناس ليها اللي هو دعمها كمان. اللي هو دعمها؟ يعني احنا هنا دايما في الاشكاليه دي. مم. اعتقد ان ده جزء اساسي من اشكاليه قضايا التحرش، مم. هي اشكاليه الثقه. مم. لاي مدى انت هتبقى واثق اولا في نفسك ان انت هتدافع عن القضيه دي، مم. هتدافع عن نفسك في القضيه مم. دي، مش هتسكت. مم. انك هتقف قدام ناس كتير ممكن تشوهك، ان لو حصل حواليك انت هتصدق مين. يعني مم. ده سؤال اعتقد محتاجين دايما نسأله لنفسنا. مم. محتاجين ندعم ونشجع المرأة على الحديث والكلام، لكن في نفس الوقت لازم ابقى واصل بالمدى الاخره. يعني مم. اقدر
اخد حقي من الشخص اللي قدامي ده. انا بحب القضايا اللي بتكمل، إمم. مش القضايا اللي بتبقى عبارة عن انا يعني هخلق حالة من الجلبة تجاه الشخص اللي احنا مش عارفين او هندينه مجتمعيا بس ان هو متحرش، بس احنا مش واثقين قوي. أوكي. فالقضية دي انا بشوف ان هي قضية حقيقة معقدة، صح. معقدة جدا إمم. جدا، إمم. والحكم المطلق فيها بخير وشر إمم. بشوفه حكم بيعتمد على انت واقف في انه صف، انت راجل ولا انت ست. انا هنا وقفت في الصفين عشان اشوف القضية بالصورة الرمادي اللي هي فيها، الصورة اللي بتدين الراجل احيانا وما بتدينوش احيانا. هل مفيش ناس حوالينا تعرضوا لمظلومية نتيجة بوح خاطئ او بوح فيه تجني، ادعاء يعني إن الست ادعاء. ادعت إن هو تحرش بيها وده مش حقيقي تقصد؟ انا شفت ده يعني شفت ده في مساحات صحيح إمم. مش كتيرة، يس. مش بس تبقى حالة واحدة زيها زي 100 حالة. إمم. يعني هي الفكرة انت هتستخدم القوة بتاعة البوح او التشجيع ان المرأة تاخد خطوة ازاي؟ إمم. هل هتستغله صح ولا هتستغله غلط؟ يس. طبعا لان احنا قضينا عقود طويلة وسنين طويلة من نوع من الانتهاك للمرأة بأشكال مختلفة، إمم. فدايما في أضرار جانبية. يعني هنشوف ان في أضرار جانبية، الأضرار الجانبية دي ممكن تقع على شخص، ممكن تقع عليا، ممكن تقع على حد تاني، ممكن تقع على حد تالت. إمم. بس الأضرار الجانبية دي ما بتعرفيش ان هي أضرار. صح. وفي نفس الوقت لا، ما هو احنا ما وصلناش للنقطة دي غير بسنوات التشجيع بتاعت يلا ناخد خطوة لقدام، إمم. يلا نسحب الراجل اللي بيمد ايده في الشارع على الاسم. صح. دي كانت حاجات انا افتكر وقت ما كنت صحفي في المصري اليوم في فترة 2005 و2006 في قضية شهيرة جدا بتاع ولد تحرش ببنت في الشارع ومسكها وبتاع، فهي جريت وراه وكان بموتوسيكل وجابته، وفضلت القضية دي على الصفحة الأولى. يمكن كانت من الصحف القليلة اللي بتهتم بالقضية دي كمساحة نشر وكاهتمام بالنشر. إمم. آم، فضلت متابع القضية دي، أنا مش متذكر الأسامي للأسف. أوكي. كانت من أوائل القضايا اللي وصلت للمحكمة، إمم. وإحنا هنخش في المحكمة هنرفع قضية على الراجل ده وهنكمل لحد آخر لحظة، إمم. وخدت حكم بالمناسبة. أوكي. ودي كانت حاجة أنا بشوف إن هي دي حاجات ما ينفعش نغفلها. صح. بخلاف أنت لازم تفكر بمنطق الراجل اللي بيستبيح لنفسه ده، إمم. وفي نفس الوقت عنده استعداد يستغل كل سلطته وقوته عشان يدمر الست لو هي حاولت تقول اي. تقول صح. يعني انا هدوس على رجلك بس ما تقولش اي. صحيح. عارفه في برضو يس. في داينامكس في العلاقات صح. انا بشوف ان هي برضو معقده جدا. صح. بخلاف ويمكن دي من الحاجات الغريبه واللي قعدت اتكلم فيها مع ناس كتير، حتى الناس اللي قروا الروايه قبل ما الروايه تتنشر، ان احنا شوفي بنتكلم عنه بنوصفه بان هو رجل سياسي ذي خلفيه دينيه وبيستغل سلطته وبتاع، لكن ده في نفس الوقت كان اب كويس جدا. من ناحيه تانية كان عاطفي بشكل كبير، يعني كان راجل اسري وعاطفي. ده ما ينفيش ده، يعني قصدي ما ينفيش هو ده بني بمعنى ايه، آدم. هو بني ادم. انا مش صح. بقول هنا عشان اتعاطف معاه، صح صح فاهمة. بس عشان هي فكره احنا ازاي بنعبر عن البشر. إمم. البشر مش كائنات احاديه، صح. مش خير وشر وحلو ووحش انا بشوف ان هي تركيبه معقده جدا. إمم. كل ما انت بتغوص في الشخصيه اكتر كل ما انت بتبدا تفهمها. صحيح. بس هي أنت عارف أنا في 60,000 حاجة بتنوّر في دماغي وأنت بتتكلم على موضوع التحرُّش، لأنه في أصلًا statistics بتقول إنه في سِت كل 3 ستات، وفي statistics تانية بتقول سِت كل 5 ستات بتتعرّض لشكل من أشكال التحرُّش في حقيقي حياتها. ده حقيقي لفظي لفظي وجسدي وحاجات وجسدي كتير أوي. يس. يعني احنا حتى بنستسهل التحرش اللفظي اللي هو تسمعه وانت معدي جنب الموقف في بتاع عربيات يس. واحد بيعكس واحد، يعني صح، ده لأنه for a very موجود. long time كان حاجة لطيفة في الأفلام ولذيذة وبنضحك عليها، فاحنا صحيح اتربينا إن هي حاجة عادية. صحيح. بس أنا لمّا باتكلم مع راجل يا هيثم في الموضوع ده وباقول له مثلًا آثار، أنا باشتغل مع ستات بقى لي 12 سنة في الcoaching والtraining، وباشتغل مع ناس كتير من اللي اتعرضت للتحرش وفاهمة تأثير ده على حياتهم ونظرتهم لنفسهم ولجسمهم ولشعورهم بالأمان في الحياة حواليهم واللي كمان. حواليهم علاقتهم بالجنس الآخر and so on. لمّا آجي أتكلم مع راجل في الموضوع ده
باحس إنه مش عارف يفهم، لأنه هو ما اتعرّضش لحاجة زي كده قبل كده، فمش فاهم يعني إيه هو للدرجة دي الموضوع كبير، وهو actually التحرُّش ده بيبقى كإن حد رفع عليك سلاح وعرّضك لتروما، بس هو السلاح ده استخدمه بدل ما هو مسدس، هو استخدم جسم الست، فهي اتهانت بجسمها، فعملت علاقة أو حصل علاقة وِحشة جدًا ما بينها وما بين نَفْسها، ده بالذات قبل ما يبقى متاح للست نوعًا ما إن هي تقول زي ما أنت بتقول، إن هي تقول أنا حصل لي كذا. الغالب الأعم ولحد النهارده الغالب الأعم ما بيقولش، والغالب حقيقي. الأعم حتى ما بيقولش لأقرب الدوائر ليه، مش هاقول لك ما بيروحش يرفع قضية، هو ما بيقولش حتى لأقرب الدوائر ليه، صحيح. عشان كتير هيتلام وممكن ما يتصدقش من أقرب الناس ليه برضه، ممكن يبقى هو انت السبب، يعني أنتِ كنتِ لابسة، انت مش عارف ايه انت. صح، أنتِ أكيد مم. قُلتِ، أنتِ أكيد ضحكتِ، إن أنا قُلت لِك انت كذا مرة ما رجعتي الساعة تعمليش. يعني بالضبط. وكأن دي مبررات. يس. والأسوأ لما ده بيحصل من دوائر الأمان أصلا بتاعتك، مش بقى من حد في الشارع، ده ممكن من باباكي يعني، أو ممكن من خالك أو من فأنا هقول لمين على إيه وهعمل مشاكل شكلها هعمل إزاي. فدفنتلي الموضوع معقد جدا جدا، فدي نقطة جت في دماغي وانت بتتكلم. الحاجة التانية فكرة إن القصة اللي انت بتحكي عليها اللي اتنشرت في 2007 أو 2005 دي، آم، دي وصلت للمحكمة، بس في قصادها كتير ما جدا وصلوش. ما وصلوش لمجرد احنا زي ما بنتكلم انت عنها كحالة فردية. احنا بالظبط، بنتكلم دلوقتي. لانه الراجل استخدم سلطته وحاول يقفل على الموضوع، والست والبنت اهلها قالوا لها بلاش فضايح، فالدنيا اتلمت او انه حتى خطيبها ممكن يكون طبطب عليها، بس في حتة جواه كده ايه، انا بتفضح في رجولتي مثلا، او او الاب بيحصل كده. فالموضوع بقى معقد، ولازلنا لحد النهارده بنلوم الضحيه بشكل ما، ودفنتلي ده لا ينفي ان بقى في اكستريم الناحيه التانية زي ما انت بتتكلم، الست اللي كل ما واحد يقولها صباح الخير تقول ده بيتحرش بيا، بس ده مش الغالب يعني، مش خلينا نقول الغالب ده مش الغالب. وموست اوف ذا تايم لما بشوف كده بتبقى الست ليها في نوايا تانية انتقاميه ما. عشان كده بقول لك هي قضية ثقة. يس. هي قضية ثقة في الأول، وأعتقد إن هي قضية تربية قبل الثقة. تربية ليها علاقة بتربية المجتمع نفسه. صح. يعني إحنا ما درسناش في مناهجنا حاجات ليها علاقة عن خصوصية جسمك 100% تعمل إيه. يعني والبيرسونال سبيس بتاعك. بيرسونال سبيس، أعتقد إن ده إحنا أجيالنا والأجيال اللي أكبر مننا ما درستوش. يمكن الأجيال الأجدد في بعض المدارس وبعض المناهج بتدرس ده بشكل كويس. صحيح. لكن إحنا ما درسناش ده بشكل أساسي في المرحلة الابتدائية. صح. هي ايه البيرسونال سبيس بتاعتك، انت مفروض تعمل ايه، ما تعملش ايه، ايه اللي مسموح ايه اللي مش مسموح. اعتقد ده نتاج مجتمع كله، ده نتاج 100%. برامج اطفال كان مفروض تبقى موجوده وتقول الكلام ده. عشان انت بتساليني ليه الراجل ما بيحسش بده، لان هو ما سمعوش، هو اول مره بيسمعه وهو كبير. صح. يعني احنا ما سمعناش حاجه وما شفناهاش غير واحنا ايه ده، انا اول مره اعرف. اول ما حتى لو هو مش اول مره يعرف ده، مش بس اللي هو من الاول ما عرفش ان ده كان مفروض يتعمل وده مش مفروض يتعمل، ويعرف ده من البيت ويعرف ده من المدرسه ويعرف ده من الشارع ويعرف ده من التركيبه المجتمعيه كلها. تعريف التحرش بالنسبة لك اختلف ازاي على مدار السنين، ما بين هيثم المراهق اللي ممكن يكون حاسس اللي هو يعني وحش وجامد عشان بيعاكس، ما كنتش ولا وحش وجامد، انا ما كنتش وحش وجامد. كنت نيرد جدا وبحب الكتابه يعني. ما كنتش، لا ما كانش عندي يعني، ما كنتش وحش وجامد بس خالص. كنت بتشوف الولاد اللي بيعرفوا يعملوا كده، اللي بيقفوا كده على كانوا صحابي الناصيه. لا ما كنتش نيرد للدرجه دي، ما طلعش عليا سمعه بس يعني بس قصدي يعني طب التعريف اختلف ازاي عندك ما بين ال يعني اعتقد واحنا صغيرين كان التحرش بالنسبه لنا هو محصور على التحرش الجسدي، دلوقتي صحيح. بقى في التعريف بقى اوسع بكتير. صحيح. اختلف ازاي عندك على مدار السنين؟ اعتقد ثقافه المجتمع كلها اتغيرت. يعني حتى في خليني اقول لك على حاجه، خلينا برضو وده رايي الشخصي. احنا ما ينفعش نمسح تاريخنا. يعني لو احنا ارتكبت اخطاء، لا احنا لازم نعرف ان احنا ارتكبنا اخطاء. لو احنا عملنا حاجه في الحرب العالميه الثانيه، نعرف ان ده كان حاجه سيئه جدا، ونبني عليها ان احنا نبني مجتمعات نقول لهم ان ده لو حصل ما حصلش تاني. صح. انا بشوف بس ان فكره ان اللي حصل في الافلام ده كان مفروض ان هو او ما تذاعوش الافلام دي تاني او ما تعرضوش، بالعكس. المجتمع كان كده. يعني المجتمع كان فيه عبوديه، هل مش هنذيع افلام العبوديه لان ما بقاش فيه عبوديه؟
لازم نعرف المجتمع، هو المجتمع اتطور ازاي. إمم. يعني ده جزء من ثقافات المجتمع، أوكي. ان كان في عبودية سواء في المجتمعات الجاهلية هنا او في المجتمعات الامريكية، إمم. وبعد كده كان في مش عارف ايه وفي تحرش. إمم. بالعكس انت بتبين للشخص هو المفهوم بقى اوسع ازاي. إمم. هو مش تحرش جسدي بس، اي تحرش لفظي هو تحرش لفظي، اي إمم. تحرش ليه علاقه بارغام شخص على شيء ما او استخدام سلطه شغل فمش عارف ايه. ده يعني شكل من أشكال التحرُّش. شكل من اشكال التحرش. صح. انك تعمل حاجه على غير رغبه الطرف الاخر، إمم. حتى لو الطرف الاخر ده بالمناسبه هو انت بترتبط بيه بعلاقه جواز او علاقه ما، لا هو ده نوع من إمم. انواع التحرش، ويمكن اكتر من التحرش. صحيح. فهي الفكره، انا بشوف ان هي تطور ثقافه مجتمعات، إمم. وتطور ثقافه ليها علاقه بان احنا نشوف احنا كنا فين ووصلنا لفين. صح، ده ساعات الإرغام ده بيحصل جوّه الجواز، ده حقيقي. يبقى راجل وست متجوزين. طب كنت بتعاكس؟ يعني آه هنخلّي سارة ما تشوفش الحتّة دي من لا الpodcast. والله، لا لا بس لا ما كنتش بعاكس، لا كنتش بتعاكس؟ لا ما كنتش بعاكس. ولا كنت بتبصبص؟ ما هو مفهوم البصبصه ده مفهوم يعني قصدي أوكي. فكره انك تشوف حد وتبقى شايف ان هو حلو، إمم. دي انا ما بشوفش ان هي بصبصه. يعني Yes. انت انك تمتدح حد إمم. جميل وتقول له إمم. الله انت كان شكلك حلو النهارده، ما اعتقدش ان هو لأ، نوع، يعني ما كنتش. خاصه لو هو ناس اصدقاء إمم. وناس عاقله وكبيره وفاهمه إمم. يعني، إمم. وتربطك بيهم صداقه بقالك سنين يعني. Yes. بس بس سبحان لا الله هي ما كنتش بعكس عشان كنت راجل طيب. انا كنت ارفع من كده الحقيقه، كنت لابس نظاره، فما كانش عندي مقاومات الشاب الجان، وعمري ما كنت بحب الجيم والحاجات والبتاع لحد دلوقتي يعني اكتر رياضه بحبها هي المشي وركوب إمم. العجل. يعني أوكي. دول بحس ان انا بفكر فيهم اكتر في افكار ليها علاقه بشغلي، إمم. بس ما جربت الحاجات اللي هي ايه إمم. اللي تخليك جان بمفهوم الجان. طب بما إنه أنت كان الحمد لله كان عندك حظ لطيف جدًا إن أنت تبتدي تمارس هواية أنت بتحبها من وأنت صغير. مشكلة من المشاكل اللي باشوفها وأنت عجبني أوي إنه أنت آخر كتاباتك مقسوم، وهو بيحكي عن فكرة إنه ستات كان عندهم هوايات معيّنة أو مواهب معيّنة وكانوا بيعملوها وهُم صغيرين وانقطعوا عنها ورجعوا يعملوها تاني دلوقتي. باشوف مشاكل عند ستات كتير أوي يا هيثم، إن هي كانت عندها مواهب وحاجات بتحبها، وأنا على فكرة one of them. أنا كنت باحب المزيكا مثلًا وأنا صغيرة، كنت بالعب بيانو، وكنت باحب أتعلم لغات حاجات كتير. إن أنا لمّا كبرت زي ستات كتير أوي، بقيت اتشغلت بقى في سحلة الحياة والجواز والعيال والشغل والما أعرفش مين، وبقيت حاسة إن دي حاجة رفاهية أوي، ما عنديش وقت ليها، مش هاقعد بقى وأعمل. طب ما هي الحاجات دي لو مش هتجيب لي فلوس، أو الحاجات دي لو مش هي related بشغلي، أو الحاجات دي يبقى اسمها تضييع وقت. أو ستات كتير بتشوف يعني خلاص أنا كبرت بقى بعد ما شاب ودوك كتاب، هارجع دلوقتي أعمل كذا. وأنت في الكتابة بتاعتك في الفيلم اخترت ناس حتى في سن حتى أكبر من التلاتينات ورجعوا يعملوها تاني. بتشوف إن كتابة زي كده أو إن أنا أسلّط الضوء على الفكرة دي، إن الست ترجع تاني وتدوّر جواها وتطلّع المواهب والهوايات وترجع تعيدها مرّة تانية، ممكن تغيّر عقلية الست في الحتّة دي؟ ممكن ت ت تسخّن واحدة ست كده هي حاسة من جواها إن هي فعلًا الموضوع ده خلاص راح وجرى عليه الزمن، إن هي ترجع تاني تطلّعه من جواها وتعمله؟ طب خليني اقول لك حاجتين في القصه دي. أوكي. اول حاجه قبل الرجوع للمواهب، إمم. الحقيقه وانت صغير ما كنتش بتقدر التضحيات. يعني دايما كان عندك الكلام النظري اللي بتقوله وانت في الشغل، ان الست لازم تعمل وتعمل وتعمل. انا بشوف واحده من اكتر التضحيات المسكوت عنها واللي تستحق دايما اشاده، ان ست تخلت عن حاجه بارادتها بالمناسبه إمم. عشان محبتها لاشخاص تانيين، إمم. ولاد او مش عارف ايه. دي حاجه انت من بعيد كنت بتقول ايه، الست دي ازاي سابت ده عشان في الاخر إمم. تاخد بالها من ولادها في كذا وكذا. إمم. فانا بقيت اشوف ان دي تضحيه مش اي حد يعملها بالمناسبه. إمم. هي صعبه، إمم. مش سهله. إمم. واقول لك على حاجه، ومش مقدره، underrated. يعني احنا ليه بنبص على الست اللي ضحت بمش عارف ايه عشان هي مبسوطه وهي بتشوف ولادها في كذا وفي التمرين ومش عارف ايه، حتى وهي طالع عينها هي إمم. مبسوطه بده، إمم. ان هي ناقصها حاجه. يعني لو هي مبسوطه بده بس، تمام. مش محتاجين نجلدها ونخليها الست الوندر وومن والسوبر وومن إمم. اللي انت ايه ده،
انت خدتي بالك من العيال 5 سنين بس ضيعتي حياتك. ضيعتي حياتك. مم. ما هو ده ما فيهوش تشجيع للدور اللي فيه تضحيه بالمناسبه كبيره جدا، مم. محدش خد باله منها، وبالمناسبه ممكن ما يبقاش حد طلبه منها. وهو هنا في هي الحالة هي دي هي عملته هي عملته عن محبه، يس وعملته وهي شايفه انتاج ده. يعني ده بالنسبه لي وانا اصغر شويه ما كانش مقدر. انا الواحد بيحب الكتالوج، الست اللي فيها بتعمل كل حاجة. وهي في الحالة دي ما اسمهاش تضحية حتى، هو ده اختيارها، اختيار. هي اختارت بس كان عندها فرص تعمل حاجات تانية وتبقى في كارير تاني او في حاجة تانية، صح. لكن هي اختارت ده. يعني تكلفة فرصة بديلة، يعني اختارت، بس هو جزء منه تضحية، يعني في تضحية بحاجات لسبيل ناس تانية. يعني في الاخر انت هتشوف نتاج ده على ناس تانية. ده الجزء الاولاني. الجزء التاني، هل احنا بنشجع، او انا شخصيا بشجع ان الست لو عندها حاجة تحب تعملها ترجع تاني في اي وقت؟ طبعا. لان في الاخر انا بشوف ان احنا سيبك بقى من اي حاجه، واحد بيعيش مره واحده. بمعنى ان لا المجتمع هيفيدك ولا كلامه هيفرق معاك، وانت لو بتحب حاجه اعملها. يعني انا بحب قصص السيدات اللي بدأوا سباحه في سن متأخر، مش عارف ايه، فبيشاركوا في، يعني من اكتر الحاجات والفيديوهات اللي كانت مبهجه بالنسبه لي كورال، كان اسمه كورال اعتقد ربيع العمر، لو انا فاكر اسمه صح. جراندز فوق 60 ستات ورجاله، عندي حد يقعدوا من ناس اعرفها، واحده اعرفها دخلت فيه، صوتهم حلو، يس. يقعدوا يغنوا مع بعض على الكنبه، وواحد عواد وبتاع. هي الفكره انت موجود في الحياه دي اولا عشان تعمل حاجه وتعمل لنفسك حاجه، بخلاف ما تفقدش حاجه مهمه جدا. الظروف الاجتماعيه والانسانيه والاقتصاديه بتبقى ضغط عليك انك تعيش مبسوط. الانبساط ده مش معناها رفاهيه زياده او مش انك تعمل حاجه في اخر اليوم انت بتحبها. صح. لو الحاجه دي هو شويه كواليتي تايم، انت بتحب تشرب فيه كوبايه الشاي او الكابتشينو مع نفسك، اعملي ده. لو بتحبي تقعدي في الجنينه تحبي تزرعي ورد، اعمليه. صح. ما بعتقدش ان في وقت متاخر. صح. في وقت اللي هو انت بتدرك فيه لحظه اللي انا بقوله ده، اللي هو المجتمع كان عمل لي ايه ال10 سنين اللي فاتوا، وقعد يجلدني ويقول لي انت ضيعتي عمرك، ولما نزلت قال لي انت لسه فاكره تنزلي، انت فاكره تنزلي. انت مالك؟ صح. انا بعمل ده لان انا عايز اعمل ده، وشايفه ان هو بمفهومي الشخصي صح، لان مفيش صح وغلط، انا شايفاه صح وما بيجيش على حق حد، فاعمله. اعمل اتدرب على حاجه، ادرس حاجه جديده، اعمل مش عارف ايه. تعمل لنا ايه تاني يا هيثم؟ عشان بما انك بتتكلم على الستات ودخلت في حياتنا، هتعمل لنا ايه تاني؟ والله هعمل ايه تاني؟ انا شغال على مشروع جديد مع صديقي العزيز كريم الشناوي. كريم الشناوي مخرج اعمال اتكلمت عن الستات والرجاله بشكل كويس، سواء كان الهرشه السبعه او خلي بالك من زيزي. عملنا مع بعض فيلم مشتبك اسمه عيار ناري. بنعمل فيلم مختلف دلوقتي اسمه ضي. الحقيقه في 3 ستات مختلفين، يعني 3 ستات وولد صغير، وعلاقه ال3 ستات دول بالولد الصغير. اعتقد ادوار الستات فيها مختلفة عن كل اللي أنا اشتغلته قبل كده، وأعتقد إن كريم هيطلعه بشكل، يعني طول الوقت احنا شايفين المشروع ده مع بعض. يعني المشروع ده مثلا بنتكلم فيه من 6 سنين، يعني حقيقة من وقت ما هو كان بيصور مسلسل قبيل. فمن 5-6 سنين المشروع ده في بالنا، وحاولنا نطلعه للنور اكتر من مرة، لان هو مشروع صعب جدا جدا. انا مشفق عليه، يعني في الورق اللي انا مديهوله. فيعني اعتقد ان هي الفكرة مش ايه هي القضية. انا عمري ما بكتب شخصيات وبشوف ايه هي القضية اللي انا بقدمها، لان انت لو بتفكر بالقضية هتبقى بتفكر من فوق. افكر في البشر هيطلعوا لك القضية لوحدهم. يعني علاقة البشر بحلوها ووحشها، والستات بمشاكلهم بالديفوهات اللي عندهم. بالمناسبة يعني انا ما بطلع برضو، انا ما اعتقدش ان انا طلعت قبل كده ست في اي عمل انا عامله قوية فقط وقادرة، وما عرفتش اعمل ده لان يمكن من الستات اللي اتكلمت معاهم
واتناقشت معاهم، حتى وهم قادرين يناقشوا حاجات ويواجهوا حاجات، هم جواهم في ضعف مشاكل وعيوب وضعف صح وحتى أزمات. يعني مم. من الحاجات ال يعني المختلفة، حتى مم. بينهم مشاكل بينهم وبين بعض. يعني أنا دايما بشوف إن مشاكل الستات ما بتبقاش ستات ورجاله بس، لا طبعا الستات والستات. طبعا لا مالكش دعوه بقى بالموضوع ده يمكن بس. يمكن ده كان في مقسوم وفي حظر نشر الست صح ازاي بتدعم او بتدين الست التانية ده في قضايا 100% التحرش. يعني يس خطيبة البنت اللي تعرضت للتحرش ازاي كانت بتتعامل مع البنت اللي تعرضت للتحرش. مليون في يعني المية انا بشوف ان بس المساحة الملائكية المظلومية دي ما بتخليناش بشر، خلينا نشوف مشاكلنا كلها مع بعض. صح في مقسوم هم 3 ستات كانوا صحاب وبدأوا ينفسنوا على بعض بأشكال مختلفة مم. ويتخانقوا مع بعض لأسباب مختلفة. فكرة العلاقة ما بين الولد والبنت، ايه الدوائر او الافكار اللي انا عايزه اكسرها، فمش عايزه انقلها لهم، وايه اللي انا عايزه اقوله لهم، اللي انا عايزه انقله هقولك فادني في حياتي. هقولك على حاجة. مم. احنا اتربينا في مدارس منفصلة مش مشتركة. اوكي. يعني مم. ما عدا المدرسة الابتدائي، بعد كده باقي المدارس هي مدارس منفصل. منفصلة خالص. مم. فدايما كنا بنعتبر ان الجانب الآخر ده، البنات اللي في المدرسة اللي قدامنا دول مم. بقوا حاجة تانية. فبيبقى عندك فضول أكبر، مم. عندك فضول أكبر تعرف عن العالم ده، فبتعرف بكل الطرق الغلط، المعاكسة والبتاع، يعني كل الطرق اللي فيها مراهقة اللي هي هتفضل موجودة بأشكال، يمكن أشكال مختلفة. مم. يمكن أنا بعتبر إن الجيل ده عنده ميزة وعنده عيب، مم. إن هو العالم بالنسبة له بقى منفتح أكتر. صح. لكن هي الفكرة أنت توري له إيه مم. وهو يشوف إيه ويتعامل مع إيه. مم. يعني من الحاجات اللي يمكن بتهمني أنا ومامتهم جدا، مم. الولاد بيتفرجوا على إيه. مم. يعني مم. ده مهم. مم. ايه رافض الثقافة التاني اللي بالعكس بنحب نتفرج معاهم على الحاجات اللي بيتفرجوا عليها. لو هم سامعين من صحابهم عن حاجات، تعالوا نشوف ايه اللي موجود ده ونفهمه، عشان لو في حاجة نقول لكم لا ما تتفرجوش عليه، عشان في مشكلة. يعني نبدأ نتناقش في الموضوع ده. مم. اعتقد ان برضو احنا مش اباء مثاليين، بس بنحاول. يعني صح دايما طبعا. انا معتقد ان مفتاح ال الأبوة أو الأمومة الحقيقي يس. إن أنت مش مثالي، مم. أنت بتحاول تكون كويس، صح. ودايما بتجلد نفسك إنك تبقى أحسن وكويس أكتر وبتاع مم. ومش عارف إيه. يس. آه بنكلمهم يعني بنكلمهم كتير، وبنكلمهم كمان في البيرسونال سبيس الخاصة بيهم والخاصة بغيرهم، صح. وإزاي يتعاملوا معاها. مم. يعني دي حاجة أعتقد ما كانتش على أيامنا. محدش كان بيقول لنا كده فعلا. كانش بيقول لنا كده. انا مم. افتكر مثلا في آم، يعني اسمحي لي ان انا اقول كده، اعتقد في تانية تالتة اعدادي، لما كنا بندرس علوم او احياء، ما اعتقد مش فاكر كانت علوم ولا كان بقى ساعتها اسمه احياء، وبندرس الجهاز التناسلي او الجهاز التشريحي للراجل والمرأة. مم. ده كان يعني حدث يعني تمام بنستنى لنا او بالنسبة لجيلنا. اعتقد في تالتة اعدادي حصة البيولوجي اللي هي ليها علاقة بالجهاز التناسلي والجهاز التركيب التشريحي للراجل والمرأة، وهي كان حدث اللي هو ايه، الناس لو عيانة هتيجي في اليوم ده. يعني ده احنا عارفين ان ده هندرسه في شهر 11، فالناس من شهر 9 بتتكلم احنا مستنيين الدرس ده. مم. اعتقد ده بقى مختلف دلوقتي. احنا عندنا مساحات ان احنا نعرف حتى على مستوى كتب الأطفال. مم. كتب الأطفال خاصة الكتب الأجنبي بيبقى فيها حاجات ألطف كتير. يمكن العربي لسه عندنا المساحة دي ككتب تلوين وككتب إنك تتعرف على قضايا زي التحرش وزي مش عارف كل ده مم. بقى موجود وسهل انك تعمله في كتاب لطيف جدا وكوميكس وتلوين وبتاع. ولادنا ان شاء الله لما يتفرجوا على فيلم بيتكلم عن التحرش او عن العنف الاسري دي دونت ريليت، يحسوا ان دي حاجه كانت موجوده زمان يمكن على جيل اهالينا اللي هو احنا يعني، بس هي ما بقتش موجوده في حياتنا دلوقتي. اتمنى. اقول لك على حاجه مم. مش متشائمه، ما اعتقدش. احنا اول جريمه بشريه هي جريمه عنف اسري. مم. يعني اول جريمه سيبني قتل، اتفائل. طيب اول جريمه قتل في تاريخ الرجاله بطلت البشريه. تضرب الستات يعني شويه والامهات تبطل تضرب عيالها يعني يعني قصدي كانت صح. جريمه عنف اسري. صحيح. فقصدي ان احنا نامل ان البشر يبقوا ملايكه، ما لا مش اعتقدش، ملايكه بس لكن يعني يبقى فيها مساحات
اخلاقيات مختلفه شويه، انسانيات مختلفه شويه. نتمنى نتمنى ذلك. دايما الكاتب متشائم اكتر من اي حاجه تانية، يعني دايما بيشوف الجانب عشان كده بيطلع شخصيات يعني. شكرا بس. يا عم ضياء. طيب في 3 اسئله بنسالهم لكل الضيوف وبنجاوب عليهم كده بريفلي كل سؤال فيهم. على طول. السؤال الاولاني بيقول ايه اعتراف لست في حياتك، ممكن تكون مراتك، مامتك، اختك، اي حد، عمرك ما قلته لها قبل كده وعايز تقوله لها النهارده؟ لا مفيش، سريعا مفيش. ولا اعتذار ولا اعتراف ولا تقدير لحاجه ما قدرتهاش قبل كده، ما بينتهاش ولا اي حاجه؟ انا الحقيقه يعني تاتشود، انا يعني بحب احكي مع ساره كل حاجه. أوكي. في شغلي وفي اكتئابي وفي انبساطي يعني قصدي اعتقد ان هي يعني عارفه كويس. مامتك، اخواتك؟ ولا مامتي واحده ولا كنت زمان قوي صاحبتها واديت لها يعني اسفين والله لذيذ؟ والله لا ما يعني لا. ما في كنت يعني جود بوي؟ يعني لا ما كنتش جود بوي، بس ما كانش عندي حاجه تخليني ما اعرفش انام وابقى محتاج اعمل كده. اوكي ماشي. طيب ايه حاجه في هيثم ممكن تبقى يعني حاجه بسيطه جدا او عبيطه وتافهه جدا في حياتك نفسك قوي تغيرها، وكل ما تحس ان انت قدرت تغيرها فعلا تلاقيها هي اللي قدرت عليك ورجعت لك تاني؟ انا بتوتر جدا امم وباخد الحاجات على اعصابي بشكل كبير، وده بيسبب لي مشاكل مزمنه في المعده بقالها مثلا 12 سنه. مشاكل ملهاش حل، ملهاش علاج. يعني ما اتمنى كل ما اقول ان انا هعرف اهدى وابقى الطف وبتاع، ما باخد الحاجات لجوه قوي، فده بيخليني ما اتحملش واقع من طولي. يعني التوتر بيعمل ده، الضغط الشغل بيعمل ده، وانا اتعودت اكون مسؤول عن اللي انا بعمله، يمكن عشان اشتغلت من وانا صغير، فما اقدر قيمه اللي انا بعمله ده، او الخوف على اللي حواليا ولادي او مش عارف ايه. ده بتهزم فيه كل مره. ادارتك للتوتر والستريس في حياتك. اوكي. طيب البودكاست ده اسمه شهرزاد اون فاير، وشهرزاد في تاريخيا كانت اون فاير عشان هي كانت شاطره قوي في الستوري تيلينج، بتعرف تحكي قصص لشهريار. لو احنا هنوصف الايديل شهرزاد اون فاير في 2024 هتبقى اون فاير عشان بتعمل ايه؟ شكلها ايه؟ بتتصرف ازاي؟ بتفكر ازاي من وجهة نظرك؟ اعتقد ان هي هتبقى اون فاير عشان لسه قادره تحكي قصص بتاعتها، سواء بتحكيها هي بشخصها في اعمال او في شغل او حتى في بوست على الفيسبوك، او بتحكيها لي انا شخصيا او للكتاب عشان نلاقي دي ماده كويسه نعمل بيها اعمال تانية. بس يعني تحكيها لشهريار عشان ينام؟ لا ما تحكيهاش لشهريار، تحكيها لنا واحنا نعمل بيها افلام كويسه ونعمل بيها شخصيات كويسه ونعمل بيها روايات كويسه. دي اهم حاجه. شهرزاد 2024 احكي قصص لهيثم دبور. ايوه تحكي لي وانا هعمل دي افلام على طول. هيثم انا اتبسطت قوي النهارده. انبسطت معاك يا بجد. ربنا يخليك. ثانك يو سو ماتش. الحوار كان لذيذ وممتع ومن القلب، ويا رب ان شاء الله اشوفك تاني على خير باذن الله قريب.